اخر حقنه خدتها في الصيدليه اقلع، قلت له هتدي الحقنه؟ قال لي جاهز. قلت له شايف ايه؟ ما انت حقنه تقيله قوي، حقنه من جوه السائل تقيل جدا. فانا بقول يا باي كاميرا مراقبه، النص المليان من الكوبايه انها في وشي، بس ممكن يكون في واحده ورايا. بلف لقيتها بتقولي لايك. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now يا دي دكتور هو انا وحشه؟ وتخين. امال جايه ليه؟ أطول كلمات في الفرنسية أنتي كونستيتيسيونالمون إيه ده؟ انترجوفرنمنتاليزاسيون. ايه هلا والله يا شباب، رجعوا لكم تاني فيديو جديد، رجعوا تاني بقى بالميمز المضحكه اللي انتوا بتحبوها. والنهارده بقى انا جاي لكم بتجميعه مختلفه عن كل اللي انتوا شفتوه خالص خالص مالص. انا شايف ان احنا في تقدم، في تحسن، يعني شايف ان احنا في تقدم كتير ومن غير مقدمه كتير يعني يلا نخش على الفيديو. الدور الارض 2. امكم الله حوده حبيبي يا عم عبده. ولا عامل الشباك انت ولا من هنا يالا برضو. ما انت يا اسطى يعني ما تتكلمش مع الرجاله يا اسطى، سيب الرجاله تلعب لوحدها. بواقي زيت السمك يا صاحبي. يا عم مش عاملين سمك يا عم. والنبي اخ يا امي يعني الراجل ما عندوش زباين لدرجه ان هو بيخش على الدور الارضي بيسالهم ايه بواقي زيت سمك، بواقي زيت طعام، نشيل الكيلو ب 15 جنيه. بس الله يبارك لك، بس بالله عليك بس حطه في الحنفيه عشان بنبني، بس الله يبارك لك. ماشي الف الله يبارك. مبروك. انا بس حاجه والله يا جماعه يعني الراجل ما قصرش، يعني قال له ماشي والف مبروك، يعني مش مقصر بصراحه يعني. قلت لي ده تلفيش وشغل الصاروخ بس الله يكرمك. عيني ده بس لا يا استاذ انت كده كتير، كده كتير على بتوع الدور الارض يعني حرام. معلش بس خد الواد ده. لا والله ما هرضعه. الو يعني ايه يا جدعان، حسوا الناس شويه بالله عليكم. وحشتيني، نفسي اخدك في حضني كده يا حبيبه قلبي. هو انا ينفع افتح الشباك ولا الوقت مش مناسب؟ صاحبي دي مش حته ب 50 لدرجه ان هو خلاص هو زهق من الناس، يعني الراجل زهق من الناس. هي دي كده يابا يا صاحبي، واخدها منك امبارح ب 50 جنيه كده يابا. اتقي الله يا صاحبي الكلام ده، والله اتقي الله. اتكل على الله بقى، اشوفك رايح فين. اخويا بعد اذنك بس اطلع لي ثواني. يلا زود له حته ماشي، انا عايز انام معلش. تعب يا جدعان، اقسم بالله الراجل تعب معاكم بلا صيح. يا جدعان يا اللي عمال ترمز بالي، انا هتشمس بالي انا يا جدعان بقى. انت يا عم اللي عامل مشتل هنا يا عم انت. عايز ايه يا عم؟ انت زرع ده، دي مش مقابر، انا عايش جوه هنا. الناس مش حاسه بيه خالص، يعني هو ضاع. اعلى انا بس صحيت، ابويا لسه ما صحاش. يا جدعان حرام عليكم اقسم بالله، والله حرام عليكم بجد. لسه نايم جوه. ايه ده؟ لا ايه اشتفك. هو تعب بجد والله، تعب منكم يعني يا اسطى. بص انت سيبهم، سيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه، اللي عايز يرمي زباله، اللي عايز خد العيال ربيه، يعني سيبهم يا اسطى، هم هيمشوا. انا نفسي تحسوا بالراجل شويه، تحسوا بالناس اللي قاعده في الدور الارضي بليز يا جماعه. Oh, streaming setup. Are you streaming? ده عنده سيت اب. يا Hilawi. يا لاوي يا لاوي. يلا يا ابن الفرق ما بين المصري والايجيبت ده الفرق واضح، وفرق يعني انت ليه يا اسطى تخش تشتمه يا اسطى؟ يا ولاد امك. ايه سر الاستمرار؟ السر استمرار جوازك حاجه و30 سنه. جواز كل حاجه و30 سنه. ان انا باخد على قد عقلك. ما استمرش يعني بالصبر والوقوف جنبك وربيت عيالك. عندك حق. ما يعني عندك حق، دي حاجه من الحاجات اللي هي بياخدها على قد عقلها. انت ما يعني حاولي بقى تفهمي، انت بقى ما عندكيش في ال 30 سنه دول ربع جنيه فهم، بربع جنيه بس مش عايزينها زياده. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ تعادل كده. ايه تعادل كده؟ تعادل ايه يا عم؟ ايه ما عداش خالص بصبر وكله. تعادل كده، تعادل. بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ Nothing beats a Jet2 holiday. And right now يا دي امي. هو اصلا الازاز مكسور، يعني اصلا الازاز مكسور.
فاطمه كشري كور. فاطمه كشري بتاعت اللي بتطلع مع الكبير قوي، هي صح؟ الصعيد يعني ايه؟ الكلمه اللوكس دي توكسيك. توكسيك. ايوه. انت تتضايقي لو رحت مثلا قلت عايز اجرب اروح ستريب كلاب؟ تخرب بيتك، انت جايب لي العيال يا دي يا استاذه فاطمه مش كده. شفتيني وانا مسيطر؟ شفت بقى. انت بترطر بس انا ما عنديش نت. تسمعيش ويجز؟ لا بص ماشي بص يا بتتكلم عن مروان موسلماني اللي هو يعني بقى دلوقتي يعني بطل من ابطال السينما. يعني الراجل ما قصرش يعني يا جماعه والله. تشتمي لي يا استاذه فاطمه؟ يا ولاد المك. اللانجوج بتاعتي فيزيكال تاتش، يعني بحب قوي الاحضان يا عم لا يا عم بحب الاحضان. ايه الوساخه دي؟ لا سيبك اعملوا لايت وسكرايت. حبيبه قلبي. يوميات دكتور التجميل في وتكساس وانحت الخصم. انت كده عايزه مخلوق تاني هو اللي عايش في جسمك كده. عايز تغيري اسمك بالمره؟ احنا نجيب بني ادمه تانيه ارخص من الكلام ده. انا عايز ابص والله ايوه بجد والله يا جماعه. يعني حوار التجميل ده سهل كل حاجه. هو خلاص هو انت بتعملي كل حاجه اللي يعني استغفر الله العظيم رب اللي ربنا ما عملهاش فيك. حرام والله يا جماعه حوار التجميل ده. نعم دلوقتي ما اعرفهاش. الله اسهل. دكتور هو انا وحشه؟ وتخين. امال جايه لي ليه؟ عايزه اضيع الهالات. يا اسطى في ايه يا اسطى؟ انت ما عندكش جبر خواطر خالص؟ يا عم والله انت حلوه ومفيش منك اتنين وجميله واموره وعسوله وكيوته. ايه يا اسطى في ايه؟ دكتور هو انا وحشه؟ وتخين. امال جايه لي ليه؟ عايزه اخفي التجاعيد. شد وشك. عايزه اشيل اللغلوق. شد رقبتك. عايزه ابقى جورجينا. لا شد حيلك. ما دام هلا ما نقدرش نقوم. يا اسطى الدكتور ده يا جماعه صريح بطريقه بنت يعني صريح فوق اكتر من كده عشان مطبات. جوزي عينه زايغه، محتاجه اعمل ايه؟ لا ده محتاجه تربيه. بدي اصغر مناخيري بالليزر. لا دي محتاجه برق مش لازم. دي ثالث مره. دي مش محتاجه، دي محتاجه نحات هو اللي ينحت كده يقعد بقى اجنه وشاكوش ويقعد يدب فيها. ايه يعني في ايه يا استاذ؟ نصغر مناخيرك. تحب نشيلها خالص زي فولدمورت كده؟ أطول كلمات في الفرنسية لو قلتهم لسانك هينمل. أنتي كونستيتيسيونالمون انترغوفرنمنتاليزاسيون في ايه يا في ايه يا عم؟ في ايه؟ في ايه؟ ده بيتقول لك اطول كلمه مش اطول رقصه. انت خدتها في معنى خالص يعني. انت في ايه يا عم؟ هو تعب من الرقص بقى ان هو يكمل على السرير. يا ولاد المك. لما اتخانق والعيال يكونوا كتير. يا اسطى انت يا اسطى ما كانش لازم تشخر في اخر الخناقه يعني. وانت رايح المدرسه ومش طايق نفسك والجو تلج. البنت بتاعت الاذاعه المدرسيه بكره هموت في حادثه. الدموع هتصاحب امي بس مش هتموت ورايا. وبالذات بقى يا جماعه يعني تيجي مثلا الدنيا تلج والدنيا بنت يعني. يا ولاد المك. سنين والسنين هتزق ابويا خطوتين للحزن. جاي يا ولاد المك. احوال الصوتيه وقت الحضور الغائب. هنا رامز. يا ابن الحرام ايه اللي انت عملته ده؟ ايه الصوت اللي بيطلع منك فجأة ده؟ اختي بتروق الشقة عادي هي فجأة. والله يا جماعة يعني الحاجات دي بتحصل بس مش عندنا في الشقة. هو في الشقة بتاعت الجيران اللي فوقينا بس الصوت بيسمع بطريقة يبقوا رواقين مثلا الصلاة الاقي اسمع صوت من البلكونة احس ان هو عندنا احنا. يعني في ايه يا هانم؟ اللي لو شفت الفيديو يعني حاول توطي صوتك شويه. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. بلعب جاتا وعليا 5 اواضي ودخلت ايوه والله العظيم بجد بيحصل كده. والله بجد بيلاقي الظابط بيخش يدب في الرجاله ويسيبني انا. لما يكون حد عامل بيبي في حياتك. يا ابني بس يا ابني خلي بالك. ايه ده يا اسطى ده؟ يا اسطى انت كسرت الشاشه يا اسطى. يا اسطى انت كسرت الشاشه بجد. يا اخي ابوك ده هيبوك اخوك كده كل واحد هيرقع فيك وهيركبوك بص ويلفوا بيك السرايا كلها. اعلان اتصالات 2026 انغام ومحمد طخنان. 1 2 3 بتمر ساعة
انغام يا جدعان يعني متاثره قوي بالاغنيه. هتلاقي محمد طخنان قاعد عمال ويقعد بقى يدي وش على بساط بقى. انا قاعد على الكرسي مش قادر اقوم بصراحه. ايه ده؟ اكمل انت صح. ايوه هو ده محمد طخنان. انغام متاثره بالاغنيه محمد رمضان. كمل يا تيجي. نمبر 1 بتعمل كده. نمبر 1. اخر حقنه خدتها صيدليه اقلع، فانا بعمل حركه كده ان انا بدي مثلث. جه معاك خير وبركه، ما جاش هخليه مربع، بس انت مش بعد ابره. وقفت في البرد اديت له المثلث ومستني، فببص لقيته واقف بيقرا كتاب. بيقرا كتاب ده اكيد هو لسه داخل الصيدله جديد، هو اكيد يعني ما يعرفش اصلا انت بتديله المثلث دي في انهي حته، ان هو يضرب في نص المثلث ولا في الحرف، ولا انت معاك مسؤوليه كبيره، انت معاك تيس ادم، انت فاهمين؟ اتفضل بيقول مش وقت قرايه يعني. قلت له هتدي الحقنه؟ قال لي جاهز. قلت له شايف ايه؟ ما انت يلا. مسك الحقنه وهو بيترعش جدا، فانا قلت ده هيداني على قفايا، ده مش عيان. دخل بالحقنه وبدون ما يستأذن، بدون ما يكون حنين زي دخلة الجد الطيب الجميل دي، وبإيد قوية للغاية زيو أثبت قلعه كله ساحر. وانا والحقنه تقيله قوي، حقنه من جوه السائل تقيل جدا. فانا بقول يا باي كاميرا مراقبه. يخرب بيت ابوك، انت خدت كاميرا يعني يا جدعان انتوا يعني. اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. ما تحطوش كاميرا مراقبه في اوضه اخذ الحقن، اوعى تكون في كاميرا مراقبه على التوته، اوعى. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب النص المليان من الكوبايه انها في وشي، بس ممكن يكون في واحده ورايا. بلف لقيتها بتقولي لايك. انت بس قبل ما تخش المفروض انك بتشوف بس في كاميرا قدامك كاميرا وراك ولا لا. يعني يا جماعه بجد اوعى حد يحسب على الحوار ده والله العظيم. انت بيبقوا ماسكين عليك كده، ماسكين عليك حاجه، انت لو فكرت تفتح بقك انت فاهمين؟ الكل قاعد خايف من بابا عشان مش طايق نفسه، بس انا مستفزه وبعرف اضحكه. ايوه يا اساس ما يطلعش الصوت. الصريخ الحق يا بابا اعمل لايك. بابا اعمل لايك. بابا اهو ده الجاموسه اللي قاعد في بيتكو. ده الجاموسه هتلاقي في كل عيله كده تلاقي في جاموسه في النص قاعده في بيتكو كده. الحاج ما قالوش اي حاجه خالص. الحاج المفروض ان هو يدب فيه، يوقعه من على السلم يكسره. وبس كده يا جماعه، دي الحاجات اللي عارفينها دي. وكده انا جبت لكم من الميمز المضحكه اللي انتوا بتحبوها، ويا رب يكون عجبكم الحقنه اللي الراجل خدها في وسط كاميرا المراقبه كده، وفي النص كده يعني بالمثلث اللي هو عمله. فبس يا جماعه من غير ما اطول عليكم، وسلام.